ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم باشمهندس جورج ناصر. والنهارده هنتكلم في اول ليكتشر في الفاندامنتال كورس بتاعنا او في الكورس التأسيسي. ودي هتبقى ليكتشر او محاضرة كاملة بتتكلم عن الكمبيوتر هاردوير او المكونات بتاعة الكمبيوتر او مكونات الحاسب الآلي. طيب، احنا بس قبل ما نبدأ في الشرح عاوزين نعرف احنا هنتكلم عن ايه في المحاضرة دي كلها. طيب، الحاجات اللي هنتكلم فيها في المحاضرة دي احنا هنبدأ الأول نفهم بس يعني ايه هاردوير، ونفرقه ما بين السوفت وير، نفهم يعني ايه هاردوير ونفهم يعني ايه سوفت وير. وبعد كده طبعا هنبدأ بقى نتعمق في الهاردوير، هنبدأ ندخل جوه كل كومبوننت او جوه كل مكون رئيسي من مكونات الجهاز بتاعنا، ونبدأ نفهم ده ايه وبيشتغل ازاي ووظيفته ايه وبيعمل ايه وكل الكلام ده. فهتلاقينا مثلا جينا وبدأنا نتكلم على الانبوت اوتبوت ديفايسز، نعرف يعني ايه جهاز ادخال ويعني ايه جهاز اخراج. هتلاقينا بعد كده جينا نتكلم عن الاستورج او عن وحدات التخزين، بدأنا نفهم يعني ايه اساسا وحدة تخزين. بعد كده بدأنا نخش في انواع، هتلاقينا بدأنا نتكلم عن حاجة اسمها الرام او الراندوم اكسس ميموري او ذاكرة الوصول العشوائية. وبعد كده بدأنا نتكلم عن حاجة اسمها الهارد ديسك درايف. وبعد كده بدأنا نتكلم عن ال SSD او السوليد ستيت درايف، وبدأنا نفرق ما بين الهارد ديسك درايف وما بين السوليد ستيت درايف وما بين السكندري ميموري اللي هم الهارد ديسك والسوليد ستيت، وما بين البرايمري ميموري اللي هي الراندوم اكس ميموري او الرامات بتاعتنا. بعد كده هتلاقينا دخلنا واتكلمنا على حاجه مهمه جدا اسمها السنترال بروسيسنج يونت، هنعرف يعني ايه وحده معالجه مركزيه، وهنبدا نفهم شويه حاجات جواها. فنفهم يعني ايه اول حاجه ALU او ارثماتيك لوجيك يونت او وحده العمليات الحسابيه اللي موجوده جوه السنترال بروسيسنج يونت، وهنبدا نفهم يعني ايه كنترول يونت او وحده التحكم، ونبدأ نشوف يعني ايه فيتش ويعني ايه ديكود ويعني ايه اكسكيوت. فيتش وديكود واكسكيوت. طيب، بعد ما نخلص الكلام ده كله هنبدأ نفهم يعني ايه بص، يعني ايه طريق، ايه هي الطرق اللي بتبقى موجودة في السي بي يو، وايه هي انواع الطرق. هنلاقي عندنا حاجة اسمها الداتا باص، وحاجة اسمها الادرس باص، وحاجة اسمها الكنترول باص. بعد ما نخلص جزئية الباصز هنتكلم في حاجة أخيرة في السي بي يو، ألا وهي الريجسترز. هنفهم يعني ايه ريجسترز وايه فايدتها وبتبقى موجودة فين بالظبط وبتعمل ايه. بعد ما نخلص الاجزاء بتاعت الانبوت اوتبوت ديفايسز والستورج او وحدات التخزين ووحده المعالجه المركزيه، نبدا نتكلم في شويه حاجات بقى بساط جدا وسهلين جدا. هنبدا نتكلم يعني ايه ميديا او ايه هي الاوساط اللي بتمكن الداتا او البيانات اللي هي تتنقل من جهاز لجهاز تاني. وهنبدا نفهم يعني ايه كيبل، يعني ايه كابل. هنبدا نفهم برضو يعني ايه واي فاي، نبدا نعرف برضو يعني ايه روم، وممكن ان احنا نكتب روم هنا. ونبدأ نفهم شوية حاجات يعني ايه ماذر بورد، ويعني ايه بورت او منفذ. ايه هو البورت او المنفذ ده؟ هنبدأ نفهم ان البورتات او المنافذ هي مش بس البورتات الفيزيكال اللي موجودة عندنا، زي المدخل بتاع ال HDMI او زي المدخل بتاع ال 3.5 ملي. هنبدأ نفهم ان كمان في لوجيكال بورت. اللوجيكال بورت طبعا زي بورت او منفذ رقم 80 اللي بيقوم عليه سيرفيس زي ال HTTP، الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. مثلا منفذ او بورت رقم 443 اللي بيقوم عليه سيرفيس زي ال HTTPS او الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيور، بعد ما ضفنا ال SSL سيرتيفيكت او TLS سيرتيفيكت. الكلام ده كله طبعا هنبدأ نتكلم فيه في محاضرة انترو تو نتوركس او مقدمة طبعا في الايه في الشبكات. بس في الليكتشر دي هناخد بس ايه نبذه يعني ايه لوجيكال بورت وايه الفرق بينه وبين الفيزيكال بورت. طيب، ده كان طبعا الجزء الاول من الكلام او الحاجات اللي هنتكلم فيها في الليكتشر الاولى. الجزء الثاني من الليكتشر الاولى هينزل في فيديو لوحده، هنتكلم فيه بقى اول حاجه عن السيستم ريبريزنتيشن. السيستم ريبريزنتيشن ايه السيستم ريبريزنتيشن؟ هنفهم ازاي ابدا امثل البيانات بتاعتي، ازاي بيتم تمثيل البيانات، وايه هي الانظمه اللي بنمثل بيها البيانات، ان كان حاجه زي الديسيمال او النظام العشري اللي هو اللي احنا بنتعامل بيه عامة، اللي هو بيبقى جواه 10 digits او 10 خانات من 0 ل 9. بعد كده نفهم يعني ايه باينري او نظام ثنائي، الباينري سيستم اللي الكمبيوتر بيتعامل بيه، اللي بيتكون بس من رقمين 0 و1. هنفهم يعني ايه بالتفصيل. ونبدأ نتكلم عن شوية سيستمز تانيين زي الاوكتال ديسيمال او النظام الثماني، وزي الهكسا ديسيمال او النظام اللي هو السداسي عشر.
وناخد طبعا مقدمة عن كل ايه نظام من الاتنين دول. وبعد كده طبعا في الليكتشر او الجزء الثاني من الليكتشر الاولى هنبدأ نتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي اللوجيك جيتس. اللوجيك جيتس او البوابات الرقمية. نبدأ ايه نفهم اول حاجة هو يعني ايه الكترونيك ديفايس، ونبدأ بعد كده ناخد انترو او مقدمة عن جهاز او عن مكون او عن الكترونيك ديفايس مهم جدا اسمه الترانزستور. وبعد كده نفهم يعني ايه لوجيك جيت او بوابة رقمية، ونبدأ نتكلم شوية في البوابات الرقمية، نفهم يعني ايه اند جيت، نفهم يعني ايه اور جيت، نفهم برضو يعني ايه نوت جيت، ونفهم يعني ايه نور جيت ونوت جيت واكس نور جيت والناند جيت طبعا. وبعد كده نتكلم في تطبيق بسيط جدا عن دايرة او كومبوننت او الكترونيك سيركت اسمها الهاف ادر، اللي بنستعملها عشان نجمع الايه الارقام بس الباينري. ونبدأ نعرف ان ازاي لما هنبدأ نكون ونجمع السيركتس او اللوجيك جيتس دي كلها او البوابات الرقمية دي كلها مع بعض، ممكن نوصل في الاخر ان احنا نعمل حاجه اسمها ال ALU او الارثماتيك لوجيك يونت، اللي احنا هنتكلم فيها اساسا في الايه في الجزء الاول دلوقتي من الليكتشر الاولى. ف انا كده بس شرحت الحاجات اللي هنتكلم عنها في ليكتشر رقم واحد ورقم اتنين، وخلينا نبدأ دلوقتي الجزء الاول وخليكم معايا. خلينا بقى دلوقتي نبدأ نتكلم في حاجة مهمة جدا نبدأ بيها الليكتشر او الشرح ده. هو احنا عندنا حاجة اساسا اسمها هاردوير، وخلينا بس نكبر كده شوية، وعندنا حاجة تانية اسمها السوفت وير. طيب هو ايه الفرق بين الهاردوير وبين السوفت وير ده؟ قالك بص يا سيدي، الهاردوير انا عايزك اول حاجة تعرفها هي اي مكونات ملموسة في الجهاز بتاعي او في الكمبيوتر بتاعي، لكن السوفت وير هي اي حاجة انا ما اقدرش المسها في الجهاز بتاعي. يعني معنى كده ان الهاردوير ده مكون ملموس، لكن السوفت وير ده اي مكونات غير ملموسة في الايه في الجهاز بتاعي. طب ما تديني امثلة. هقول لك الهاردوير دي حاجة انا المسها قادر المسها بايدي وموجودة جوه الجهاز بتاعي. يبقى انت مثلا ممكن ان انا اتكلم في الرامات، ممكن ان انا اتكلم مثلا في الكيبورد بتاعي اللي موجود في الجهاز، ممكن ان انا اتكلم في الماوس بتاعي اللي موجود في الجهاز، وغيره 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 كتير من اي كومبوننت او مكون موجود جوه الجهاز بتاعي، وانا اقدر المسه. طيب امال السوفت وير حاجه ما اقدرش المسها؟ سوفت وير من اسمها غير ملموسه، يبقى ده اي برنامج موجود على الجهاز بتاعي لكن انا ما اقدرش المسه. طب زي ايه الكلام ده؟ زي اي لعبه انت ممكن تيجي تنزلها على الديفايس بتاعك على الجهاز بتاعك، زي اي ويب سايت انت ممكن تفتحه. طب يعني ايه ويب سايت؟ يعني موقع او صفحه على النت. زي ايه؟ زي ويكيبيديا مثلا لما تيجي تفتحها، او زي اي مثلا ويب ابلكيشن، ويب اب. طب هو ايه الفرق اساسا بين الويب اب وبين الويب سايت ده؟ الويب اب هو اي موقع الكتروني بس تفاعلي. يعني ايه تفاعلي؟ يعني صفحة ويكيبيديا انت لما تيجي تفتحها مش هتلاقي فيها مثلا لوجن فورم او مكان تسجل فيه الدخول بتاعك، ولما تسجل الدخول فيه وتحط اليوزر نيم بتاعك والباسورد بتاعك هيبدأ يرد عليك يقول لك اليوزر نيم والباسورد صح، افتح له صفحة الفيسبوك مثلا. دي كده الايه الويب ابس او الصفحات او المواقع التفاعليه. يبقى الويب ابلكيشنز هي اللي هيحصل فيها تفاعل مع اليوزر او مع حضرتك كمستخدم. زي ايه؟ زي ما اتكلمنا، زي الفيسبوك مثلا. هتبدا تلاقي ان الويب ابلكيشن او الموقع الالكتروني بيبدا ان هو يتفاعل معاك، فهتلاقي مثلا عندك اللوجن فورم او الصفحه بتاعه تسجيل الدخول، هتلاقيه بيطلب منك مثلا يوزر نيم، بيطلب منك يوزر وباسورد. اول لما تديله اليوزر نيم والباسورد هتلاقيه بدأ ان هو يرد عليك، سواء قال لك انت البيانات اللي انت دخلتها دي صح، خش على الصفحة بتاعتك او على البروفايل بتاعك على الفيسبوك، او البيانات اللي انت دخلتها دي غلط، جرب تكتب باسورد تاني او جرب تكتب ايميل تاني. يبقى احنا لحد دلوقتي عرفنا نفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير. قلنا الهاردوير ده اي حاجة ملموسة زي الماوس زي الكيبورد زي الرامات، لكن السوفت وير دي اي حاجه بتبقى موجوده على الجهاز بتاعي انا ما اقدرش المسها. زي اي برنامج، البرنامج ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى لعبه مثلا انا نزلتها، او يبقى ويب سايت. الويب سايت زي ايه؟ قلنا زي ويكيبيديا، مفيش اي تفاعل مع
المستخدم او اليوزر، او ممكن يبقى عندي ويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن اهم حاجه فيه ان هو بيبقى فيه تفاعل ما بينك وما بين الايه وما بين الابلكيشن، زي ايه؟ زي فيسبوك. واتكلمنا عن الايه عن اللوجن فورم، ان بناء على البيانات اللي انت هتدخلها هيبدا الموقع يتفاعل معاك ويقول لك تمام او مش تمام. دي كده اول حاجه احنا كنا عايزين نتكلم فيها. خلينا بقى دلوقتي نتكلم في موضوع او في جزء مهم جدا او في مكونات مهمه جدا في الحاسب او في الكمبيوتر بتاعنا، ودي جزئيه بسيطه جدا. عايزين نتكلم في عايزين نتكلم في حاجه اسمها الاي او ديفايسز. يعني ايه؟ يعني اجهزه الادخال والاخراج. طيب، ايه بقى الاجهزه دي؟ قال لك بص يا سيدي، احنا دلوقتي عندنا الكمبيوتر بتاعنا، عندنا البي سي او عندنا اللابتوب او اي حاجه. تمام. انا دلوقتي عندي حاجة اسمها جهاز إدخال. إيه جهاز الإدخال ده؟ هي حاجة شارحة نفسها طبعا، حاجة سهلة جدا. قال لك مثلا أنت عندك الكيبورد بتاعك اللي موجود في الجهاز، أو عندك الإيه الماوس بتاعك. طيب، بتعمل إيه بالكيبورد ده أساسا؟ يعني حاجة زي الكيبورد، أنا بستعمل الكيبورد عشان أدخل عليه بيانات، أدخل بيانات عليه مثلا. خلينا نرجع لنفس مثال الفيسبوك اللي كنا بنتكلم فيه في الجزئية اللي فاتت، الفرق بين الهاردوير والسوفت وير. الفيسبوك جواه لوجن ايه؟ جواه لوجن فورم او صفحه تسجيل الدخول اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هي جواها اليوزر نيم والباسورد. فانت بتيجي كده تكتب اسمك، بتقول انا اسمي كذا كذا كذا، وبعد كده بتيجي تكتب الباسورد بتاعك كذا كذا كذا، وبعد كده بتدوس سبميت او بتدوس تاكيد عشان البيانات دي تروح ويفتح لك الصفحه بتاعتك بتاعت الفيسبوك. الحاجه اللي هتخليك تكتب البيانات بتاعتك جوه اللوجن فورم بتاعت الفيسبوك ده هي الكيبورد او جهاز الادخال. الكيبورد بنسميه انبوت بقى ديفايس او جهاز الادخال. تمام. بعد ما دخلنا البيانات بتاعتنا وبعتناها للفيسبوك عشان يتاكد من الهويه بتاعتنا، الفيسبوك طلع لي ايه؟ طلع لي الصفحه بتاعتي او البروفايل بتاعي. طيب انا شفت البروفايل او صفحه الفيسبوك بتاعتي ازاي؟ قال لك انت دلوقتي قدرت ان انت تشوفها على الاوتبوت ديفايس او جهاز الاخراج. طب ايه الجهاز اللي احنا شفنا فيه النتيجة بتاعتنا؟ قال لك جهاز الاخراج بسيط جدا، اللي هو الايه اللي هو السكرين. يبقى انا كده قدرت ان انا افرق ما بين انبوت ديفايس، جهاز ادخال بدخل فيه البيانات بتاعتي زي الكيبورد او زي الماوس، جهاز اخراج بستعمله عشان اشوف النتائج اللي طلعت لي من الجهاز او الكمبيوتر بتاعي اللي هو جهاز الاخراج، زي الايه زي السكرين او الشاشه اللي موجوده عندنا في اللابتوب او اللي موجوده عندنا في البي سي او في الجهاز بتاعنا، او حتى موجوده في الموبايل او التابلتس، كل الايه الكلام ده. يبقى ده كده جهاز الادخال، وده كده ايه جهاز الاخراج. يلا بينا نروح لنقطه جديده. طيب خلينا بقى دلوقتي نتكلم على جزئيه مهمه جدا، اللي هي وحدات التخزين او الستورج يونتس. طيب انا عايز اعرف اول حاجه، هو يعني ايه ستورج؟ تخزين. تخزين يعني انا بخزن حاجه، شرحه اسمها، شرحه نفسها من اسمها. طب يونتس، وحدات التخزين دي عباره عن اجهزه او مكونات، كومبوننتس موجوده جوه الديفايس بتاعي عشان تخزن البيانات. تمام. طيب هل ليها انواع؟ قال لك عايزين نصنفها لنوعين رئيسيين، حاجه اسمها البرايمري ستورج او وحدات التخزين الاوليه، وحاجه اسمها secondary storage او وحدات تخزين ثانويه. طيب هي البرايمري ستورج دي ليها انواع؟ قال لك انا ممكن اقول ان البرايمري ستورج ليها نوعين، حاجه اسمها الاس رام او الستاتيك رام، وحاجه اسمها الدي رام او الدايناميك رام. طيب الاس رام هي اختصار لكلمه static random access memory، والدي رام اختصار لكلمه dynamic random access memory. طيب بالنسبه للسكندري ستورج يونتس، هل نقدر نقول ان ليها انواع؟ ليها انواع كتيره جدا. اهم نوعين فيهم هو الايه ال HDD، ودي اختصار لكلمة هارد ديسك درايف، وال SSD، ودي اختصار لكلمة سوليد ستيت درايف. طيب ما تيجي بقى نخش جوه كل واحدة فيهم ونتكلم عنها شوية. عايزين أول حاجة نتكلم في الدي رام. هو يعني إيه دي رام؟ قال لك دي رام احنا لسه قايلين ان هي معناها دايناميك راندوم اكسس ميموري. طيب ايه الدايناميك راندوم اكسس ميموري؟ قال لك ببساطه الدايناميك راندوم اكسس ميموري ده هي الرامات اللي انت بتبقى بتجيبها او بتشتريها من بره وبتركبها في الجهاز بتاعك، اللي احنا من الاخر يعني بنسميها الرامات بتاعتنا. طيب الرامات دي بيبقى ليها سايزز او ليها احجام معروفه، ممكن تبقى 64 جيجا بايت وممكن تبقى 32 جيجا بايت. وطبعا لو انت لسه مش فاميليار او مش متعرف كويس بالوحدات او بوحدات القياس بتاعه التخزين، يعني ايه بايت ويعني ايه بت ويعني ايه ميجا بايت وجيجا بايت وكيلو بايت والكلام ده، فده هيتشرح كله لوحده في محاضرة.
بس دي السايزز او الاحجام المتعارف عليها في الدايناميك رام بتاعتي. طيب، او تاني حاجه عايز اعرفها عن الدايناميك رام بتاعتي، هي بتتكون من ايه؟ قال لك الدايناميك رام بتتكون من مكون، المكون ده مهم جدا اسمه الكاباسيتور او الايه او المكثف. طيب ايه المكثف ده؟ مش عايزين نخش في تفاصيل المكثف، كل اللي عايزك تعرفه عنه ان المكثف هو وحدة بيبقى جواها شحنات، بيبقى جواها شحنات. الشحنات دي بتبدأ ان هي تتطاير بمرور الايه، تتطاير بمرور الزمن، فيبدأ يحصل تسريب او تسرب للايه، للشحنات اللي موجودة جوه المكثف ده. ومن التسريب اللي بيحصل للشحنات جوه المكثف ده، ظهر لنا فكرة ان الدايناميك رام بتاعتنا اصبحت ايه، اصبحت فولاتايل او ذاكرة متطايرة، او بمعنى تاني نقدر نقول ان هي ذاكرة مؤقتة. طيب، يبقى اول حاجة عرفتها ان الدايناميك رام هي الرامات بتاعتنا. تاني حاجة بتتكون من مكثف، والمكثف ده عبارة عن كومبوننت. الكومبوننت ده بيبدأ يبقى جواه شحنات، الشحنات دي بمرور الوقت بيبدأ ان يحصل لها تسرب، عشان كده بنحتاج نعمل ريفرش للدايناميك ميموري بتاعتنا كل مدة زمنية محددة. طيب، تالت حاجة عرفناها ان الميموري بتاعتنا او الدايناميك رام بتاعتنا هي فولاتايل او مؤقتة. تالت حاجة متطايرة، أو رابع حاجة متطايرة. طيب يعني إيه كلمة مؤقتة أو ذاكرة مؤقتة دي؟ قال لك ذاكرة مؤقتة يعني أنت بمجرد ما هتنزل أي بيانات على الرامات بتاعتك دهيا، ولنفترض مثلا إن أنت فتحت لعبة معينة على الرامات بتاعتك، وهتبدأ بعد كده إن أنت تقفل الجهاز بتاعك. بمجرد ما هتقفل الجهاز بتاعك هتلاقي كل البيانات اللي كانت موجودة خاصة باللعبة على الرامات كلها إيه؟ كلها راحت، كلها إيه؟ اتمسحت. عشان كده إحنا بنقول عليها ذاكرة مؤقتة. يبقى دي حاجة كمان أنا كنت عايزك تعرفها عن الرامات أو الدايناميك راندوم أكسس إيه؟ ميموري. طيب، حاجة كمان عايزين نعرفها بقى عن الرامات، إحنا عايزين نقولها بإيه؟ بقصة. تعالى معايا كده في الإيه؟ في القصة دي. تخيل ان انت عندك جهاز كمبيوتر، والجهاز ده مقفول، شت داون او مقفول، وانت قمت جاي وقمت عامل باور اون او فتحت الجهاز ده. ما تيجي نشوف ايه اللي هيحصل في الجهاز بمجرد ما افتح الجهاز بتاعي. قالك اول حاجة هتحصل في الجهاز، في شريحة معينة موجودة جوه الجهاز بتاعك اسمها الرام، هتبدأ ان هي تشتغل. يبقى انا عندي قطعة هاردوير في الجهاز بتاعي، وركز قوي في كلمة هاردوير، اسمها الايه، الروم. والروم دي اختصار لكلمة ريد اونلي ميموري، او ذاكره الايه، او ذاكره القراءه فقط. طيب مالها بقى الرام او الريد اونلي ميموري دي؟ قال لك دي جواها حاجه اسمها فيرموير. طب يعني ايه فيرموير؟ عايزك تعرف ان الفيرموير ده هو عباره عن برنامج صغير. طب يعني ايه برنامج صغير؟ يعني عباره عن سوفت وير متكون من مجموعه من الاكواد، مجموعه اكواد. مجموعة الأكواد دول احنا عارفين ان احنا حاطينهم جوه الشريحة اللي هي الهاردوير اللي اسمها الايه، اللي اسمها الروم. طب هو البرنامج بتاع الفيرموير او السوفت وير ده اسمه ايه؟ مش انت عندك فيسبوك ده مثلا عبارة عن سوفت وير؟ ليه اسم، اسمه فيسبوك. امال الفيرموير اللي احنا عندنا اللي موجود جوه الروم ده اسمه ايه؟ قالك ده اسمه حاجة اسمها البايوس او البيزك انبوت اوتبوت سيستم، ده الاختصار بتاعه، او حاجه اسمها اليو اي اف اي. طيب ايه الفرق بين البايوس وبين اليو اي اف اي؟ كل اللي عايزك تعرفه عنهم دلوقتي ان البايوس ده الاصدار القديم، يبقى ده الاصدار القديم من السوفت وير، لكن اليو اي اف اي ده الاصدار الجديد الحديث اللي بقى موجود جوه الايه، جوه الشريحه بتاعه الروم. طيب ماشي، انا كنت قافل الجهاز وفتحته، فالشريحه دي اشتغلت والسوفت وير او الكود اللي جواها ابتدى يتنفذ. هيعمل ايه بقى الكود اللي اتنفذ ده؟ احنا عارفين عامة، خلينا نخرج بره شوية بس الموضوع ده، ان اي مجموعة من الاكواد، والكلام ده انت درسته في الجافا سكريبت، اي مجموعة اكواد بتبدأ ان هي تنفذ امر معين، تنفذ امر معين. ازاي الكلام ده؟ يعني انت مثلا لما كنت بتيجي في الجافا سكريبت وتكتب console.log، بعد كده تفتح الايه، التو براكتس بتوعك، وتكتب مثلا حرف الايه، حرف الاكس والواي والزد، مش الامر اللي كان بيتنفذ ان كان بيطبع لك على الشاشة اكس واي زد؟ قال لك يبقى اي كود بينفذ شوية اوامر. طيب الكود بتاع البايوس ده هيعمل ايه؟ قال لك هيعمل شوية حاجات، اللي انا عايزك تعرفه منهم ان هو اول حاجة هيروح يعمل حاجة اسمها ايه، اسمها تشيك. يعني ايه تشيك؟ يعني هيبدأ يعمل فحص. ايه الفحص ده؟ هيبدأ يعدي مثلا على الرامات، ويتأكد ان الرامات بتاعتك ما فيهاش مشكلة، سليمة.
يروح يعدي مثلا على السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت، ويبدا يتاكد ان ما فيهاش حاجه، انها سليمه. يبدا يعدي مثلا على باقي المكونات بتاعه الجهاز ويتاكد ان ما فيهاش حاجه وان هي ايه سليمه. يخلص موضوع التشيكنج او الفحص ده، يروح يعمل حاجه تانية مهمه جدا. يروح فين بقى؟ يروح عند السكندري ميموري. السكندري ميموري بقى اللي احنا بيبقى قلنا جواها الهارد بتاعك. الهارد بتاعك ده عايزين نعرف عنه ايه؟ عايزين نعرف عنه ان مساحته ضخمة جدا. مساحته ضخمة جدا. طيب المساحة بتاعته بتوصل ل 1 تيرا بايت وبتوصل ل 2 تيرا بايت وحاجات اكبر من كده بكتير. تاني حاجة عايزين نعرفها عنه انه عكس الايه؟ عكس الدي رام. يعني اي بيانات جواه بيتم حفظها بشكل دائم. يعني انت لو نزلت لعبة وحطيتها على الهارد بتاعك، لما تيجي تقفل الجهاز وتفتحه مرة كمان هتلاقي اللعبة موجودة. طيب نرجع تاني لموضوعنا. قلنا ان السوفت وير اللي موجود جوه الروم هيروح بعد ما عمل تشيك اب او عمل فحص، هيروح على السكندري ايه؟ على السكندري ستورج او الهارد بتاعي. يبدا بقى يعمل ايه في الهارد بتاعي؟ هيلاقي جواه نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم متخزن جواه. ايه هو الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل؟ بمنتهى البساطه عايزك تعرف دلوقتي ان هو الايه؟ ان هو الويندوز اللي موجود في الجهاز بتاعك. زي مثلا ايه؟ الويندوز اللي مايكروسوفت بتشغله، زي ويندوز 10 مثلا، او ويندوز ايه، او ويندوز 11. قال لك الويندوز بيبقى موجود ومتخزن جوه الهارد. يروح الكود ده ويعمل له حاجة اسمها ايه؟ بوتنج، او يعمل عملية اسمها بوتنج او الاقلاع. طيب ايه الاقلاع ده؟ قال لك يبدأ الكود بتاع السوفت وير يروح عند الشريحة، يروح عند الهارد ديسك درايف بتاعك اللي موجود جواه نظام التشغيل، ويبدأ يعمل لود او يعمل تحميل للاوبريتنج سيستم بتاعك اللي هو الويندوز جوه الايه؟ جوه الدايناميك رام او جوه الدي رام بتاعتك. عشان كده لو جيت تبص معايا في التاسك مانجر، لو جينا نفتح التاسك مانجر، وده عبارة عن سوفت وير او برنامج بيوريني الكومبوننتس او الاجهزه اللي موجوده جوه الديفايس بتاعي، ورحت عند الدايناميك ميموري بتاعتي، هلاقي ان مساحتها 16 جيجا بايت، مستخدم منها حوالي 11.5 جيجا بايت. هتلاقي ان مش اقل من 7 8 جيجا بايت منهم مستخدمين في ان هم واخدين نظام التشغيل، خدوه حملوه من الهارد بتاعي اللي هو الاس اس دي بتاعي. هتلاقوه هنا اهو الديسك رقم 0 اللي هو مساحته حوالي 512، خدوا منه الاوبريتنج سيستم وقاموا حاطينه في الايه؟ في الرامات. فعشان كده المساحه المستخدمه اللي ظاهره قدامكم في الرامات عندي هي عاليه جدا، حوالي ايه؟ حوالي 11 جيجا. طيب لو افترضنا مثلا ان الدايناميك رام بتاعتي، ان الدي رام بتاعتي زي ما انتوا شفتوا كده في التاسك مانجر، مستخدم منها حوالي ايه؟ حوالي 11 جيجا بايت. ال 11 جيجا بايت اللي انا مستخدمهم منها، فيهم حوالي بس 7 جيجا بايت مستخدمين في عملية البوتنج اللي الشريحة عملتها للايه؟ للاوبريتنج سيستم بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو الويندوز. طيب امال الباقي رايح فين؟ الباقي اللي موجود جوه الرام اللي هم ال4 جيجا بايت اللي متبقيين، قال لك برضو من وظيفة الدايناميك رام بتاعتي ان كل البرامج اللي انا منزلها على الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي هو الويندوز برضو بتتشال وبتتحمل على الدايناميك رام بتاعتي. يعني انت دلوقتي ممكن تلاقي ال4 جيجا المستخدمين الباقيين متاخد مثلا 1 جيجا بايت في البرنامج بتاع التسجيل اللي انا بسجل لك منه الفيديو. ممكن تلاقي 1 جيجا بايت في البرنامج بتاع السبورة اللي انا بكتب لك عليها. كل الكلام ده تمام، حلو قوي. يبقى احنا دلوقتي حكينا قصة ممتازة وجميلة جدا. القصة عشان نراجعها لان انا عارف ان انت ممكن تبقى تهت. اتكلمنا من اول تاني ان انت كنت قافل الجهاز بتاعك، فقررت انك تفتح بعد كده الجهاز بتاعك. فلما فتحت الجهاز بتاعك اول حاجة حصلت ان انا عندي شريحة اسمها الروم. دي قطعة من الايه؟ من الهاردوير. جواها فيرم وير. الفيرم وير اتفقنا ان هو برنامج صغير عبارة عن مجموعة من الاوامر والاكواد اللي المفروض تبدأ تتنفذ. يعمل ايه السوفت وير ده؟ على طول يروح عند الهارد ديسك درايف بتاعي اللي جواه الاوبريتنج سيستم، ويبدا ياخده ويعمل له لودنج او تحميل على الدايناميك ميموري بتاعتي او على الرامات بتاعتي. وبعد كده يبدا يعمل تشيك اب او يعمل فحص كامل، او قبلها طبعا قبل ما يعمل اللودنج يبدا يعمل تشيك اب او فحص كامل على كل الكومبوننتس اللي موجوده في الديفايس عندي عشان يتاكد ان هم سلام. وقلنا ان الفيرم وير او الكود ده اسمه البايوس او اليو اي اف اي، والبايوس اختصار لكلمه بيزك انبوت اوتبوت سيستم. وقلنا ان البايوس ده الاصدار القديم واليو اي اف اي ده الاصدار الجديد. تمام. نرجع نتكلم تاني بقى ونراجع وننظم الدنيا بتاعتنا
تاني في الدي رام لان انا عارف ان الحته دي تقيله، فادينا عملنا مراجعه واثنين وثلاثه. بقى احنا قلنا ان الدي رام لو انا خلاص هلخصها هقول ان هي اختصار اول حاجه لدايناميك راندوم اكسس ميموري او ذاكره وصول عشوائيه ديناميكيه. تمام. اما بالنسبه للمساحات او السايز بتاعتها فقلنا ان السايز بتاعها بيختلف، فبيجي ب 4 جيجا بايت وتيجي ب 8 جيجا بايت وتفضل تزيد في الايه، تزيد في المساحه بتاعتنا. تالت حاجه قلت ان هي بتتكون من ايه، المكونات بتاعتها حاجه اسمها الايه المكثفات او الايه او الكاباستورز. طيب الكاباسيتورز دي بتعمل ايه؟ قال لك هي اللي مسؤوله عن تخزين الايه البيانات. طيب وبسبب تخزين البيانات الشحنات اللي جوه المكثفات دي بيحصل لها ايه، تطاير، او بمعنى اصح بيحصل تسرب للايه، للشحنات اللي موجوده جوه الايه المكثف ده. عشان كده دايما بنبدا نعمل حاجه اسمها ريفرش للايه للدايناميك راندوم اكسس ميموري كل مده زمنيه معينه قصيره. تمام. بعد كده جيت اتكلمت على الدايناميك راندوم اكسس ميموري وقلت ان هي بتتكون برضو، يعني معلومه بس على جنب كده، ان هي برضو بتتكون من ايه، من ترانزستور. يعني في اغلب الاوقات بيبقى الدايناميك راندوم اكسس ميموري بتاعتي بتيجي ب1 كاباستورز او مكثف و 1 ترانزستور وهنعرف يعني ايه ترانزستور في الجزء الثاني او في الفيديو الثاني من المحاضره الاولى. طيب جيت اتكلم بعد كده في الدايناميك راندوم اكسس ميموري وقلت ان هي مبدئيا كده سريعة. يعني ايه سريعة؟ يعني هي اقرب للايه، للمعالج من مين، من الهارد ديسك درايف. طب ليه اقرب للمعالج من الهارد ديسك درايف؟ لان لو قلنا السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت بتاعتنا هنا، فهي فاتحه مليارات الطرق او المسارات اللي لسه هنيجي نتكلم فيها ونعرف يعني ايه باصز وايه انواع الباصز او المسارات اللي عندنا للتعامل مع الايه الرامات عشان تاخد منها البيانات بشكل ايه، بشكل سريع. وقلنا ان الرامات دي سريعه لدرجه ان سرعتها بتتقاس بالايه، بالنانو سكند. النانو سكند اللي هي قد ايه، اللي هي 10 اس ناقص 9 من الايه، من الثانيه الواحده. طيب خلينا ننزل تحت كده شويه. قلت ايه كمان على الدايناميك راندوم اكسس ميموري بتاعتي؟ قلت ان هي ذاكره ايه، ذاكره مؤقته. طب يعني ايه ذاكره مؤقته؟ قال لك كل البيانات اللي متحمله جوه الرام بتاعتي، يعني ولنفترض ان الرام بتاعتي عباره عن صندوق بالشكل ده كده، وانا حاطط فيه مثلا بيانات، هنا في داتا، وهنا برضو في ايه، هنا في داتا. بمجرد ما اقفل الجهاز بتاعي كل البيانات اللي موجودة عليه هيحصل لها ايه، تطاير، هيحصل لها ايه، تسرب، وهتتبخر في اجزاء من الايه، من الثانية. عشان كده لما افتح الجهاز بتاعي تاني بعد ما قفلته، كل الحاجات اللي كانت موجودة على الدايناميك راندوم اكسس ميموري مش هلاقيها لسه موجودة، وهضطر ان انا افتحها من اول وجديد تاني. طيب عايز اتكلم في ايه بقى بعد كده؟ كده احنا يعني ادينا الدايناميك راندوم اكسس ميموري حقها وزياده. طيب عايزين نتكلم في ايه دلوقتي؟ عايزين نتكلم في السكندري ميموري اللي احنا اساسا برضو اتكلمنا فيها. بس عايز اقول ايه فيها، عايز اقول ان السكندري ميموري او الذاكره الثانويه، اول حاجه احنا قلنا ان هي ذاكره دائمه والمساحه بتاعتها كبيره جدا، وتاني حاجه ان هي بطيئه جدا او ابطأ بشكل كبير جدا من الدايناميك راندوم اكسس ميموري في التعامل مع الايه، المعالج. مفيش تعامل اساسا بيبقى مع المعالج بيفتح المسارات والطرق بتاعته مع الايه، مع الرامات او مع الدايناميك رام. طيب عايزين نتكلم في السكندري ميموري عن نوعين مهمين جدا، حاجه اسمها السوليد ستيت درايف وحاجه اسمها الهارد ديسك درايف. قال لك دول نوعين من الايه، من الهاردات. اول نوع اللي كان موجود زمان اللي هو الهارد ديسك ايه، الهارد ديسك درايف، وده كان بيتكون من مجموعه من الاطباق بيحصل لها طبعا طلاء او كوتنج بماده مغناطيسيه، وبعد كده بنبدا ان احنا نجيب عمود او حاجه اسمها سبندل. السبندل ده عباره عن موتور، الموتور ده بيبدا ان هو يلف حوالي 7000 او 5400 لفه في الايه، في الدقيقه الواحده، حوالي 7000 او 5400 لفه في الدقيقه الواحده. وعندنا حاجه اسمها الايه، الاكيوتيتور ارم او ريد رايت هيد. اعتبروا الراس اللي بيبدا يقف على المكان المعين في الطبق او في البلاتر ده عشان يخزن البيانات جوه الطبق او البلاتر بتاعنا ده. وده طبعا نوع رخيص. لما تيجي تقارنه بالنوع التاني هتلاقي ان هو نوع رخيص، هتلاقي ان هو بطيء جدا عن النوع الجديد بتاعنا اللي هو السوليد ستيت درايف، اللي بقى الترندنج دلوقتي، اللي حل محل بشكل كبير الهارد ديسك درايف، اللي بيتكون
من مجموعة من الفلاش ميموريز، لأن ما بقاش عندنا أطباق مغناطيسية. الأطباق المغناطيسية دي بناخد وقت عقبال ما نحرك الدراع عشان يوصل للمكان اللي هنخزن فيه البيانات، فبقى في سرعة كبيرة جدا جدا جدا، بقى في مساحة أصغر زي ما انتم شايفين، بقى في تكلفة أعلى لأن السرعة بقت أعلى، ولأن المساحة بقت أصغر فالتكلفة طبعا عليت. يبقى أنا كده طلعت بإيه من الكلام ده كله؟ عرفت يعني إيه دايناميك رام او دي رام، وعرفت يعني ايه secondary memory. واتكلمنا بشكل بقى ايه يعني مفصل جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا منه في الدايناميك رام. وطبعا ما ننساش ان احنا اتكلمنا على حاجة اسمها الرام، واتكلمنا على فيرموير. الفيرموير ده اسمه الايه؟ اسمه البايوس او البيزك انبوت اوتبوت ايه؟ اوتبوت سيستم. وكمان ما ننساش ان احنا في الجزء ده اتكلمنا على فكره الاو اس او الاوبريتنج ايه؟ او الاوبريتنج سيستم. يلا بينا ونشوفكم في جزء جديد. خلينا دلوقتي نتكلم بقى في جزء جديد، مش هندخل في تفاصيل تماما في الجزء ده، هنكتفي بس زي ما بنقول كده ليه نعرف شويه قشور او شويه معلومات عن حاجه اسمها الاس رام. والاس رام دي اختصار لكلمه static RAM، static random access memory. طيب الاس رام دي هل اقدر اطلع منها انواع؟ عندنا حاجات زي مثلا حاجه اسمها الكاش ميموري، الكاش ميموري، وعندنا حاجه اسمها الريجسترز. طيب قال لك بص يا سيدي، الكاش ميموري والريجسترز مش دول اساسا رامات في الاخر؟ والرامات دي مش ستورج يونتس او وحدات تخزين؟ يبقى في الاخر برضو سواء كانت الريجسترز او الكاش ميموري فهم يعتبروا وحدات تخزين، يعني بستعملهم في ان انا اخزن فيهم الايه؟ الانستراكشنز، او اخزن فيهم خلينا نقول بيانات دلوقتي. طيب هي اول حاجه انا عايز اعرفها، لما اجي افرق بين الاس رام ولما اجي افرق بين الدي رام، احنا اتكلمنا ان تاني الدايناميك رام هي بتتكون من كاباستور الخليه الواحده، وبتتكون معاه من ايه؟ من ترانزستور. طيب هو يعني ايه خليه اساسا؟ انا مش عايز ادخلكم في تفاصيل، بس خليه او سيل دي اعتبر معايا كده ان هي بلوك. البلوك ده هو اللي بيشيل بيانات جوه الايه؟ جوه الرامات بتاعتي. طيب عايزين نقول ايه تاني بقى؟ ان الاس رام بقى هي بشكل اساسي بتتكون من ترانزستورات، يعني اعداد الترانزستورز اللي بتبقى موجوده فيها بتبقى اكتر بكتير جدا في من اعداد الترانزستورز اللي بتبقى موجوده في الدي رام، وبنعتمد فيها بشكل اساسي على سيركت او دايره. السيركت دي احنا بنسميها الفليب فلوب، الفليب فلوب. ودي طبعا الكلام ده طبعا انا عايزكم بس تعرفوه من الاسم، لكن طبعا مش هنخش في تفاصيل الكلام ده خالص. بس هي بتعتمد على حاجه اسمها الفليب فلوب اللي هي الايه؟ الستاتيك رامز ده هي. طيب تالت حاجه بقى عايزك تعرفها ان الرامات دي بتبقى بره المعالج. الدايناميك رام بيبقى بره المعالج، امال الستاتيك رام زي الريجستر وزي الكاش قال لك ده بيبقى جوه وحده المعالجه المركزيه. طبعا مش كل الكاش ميموري بتبقى جوه وحده المعالجه المركزيه، لكن كل الريجسترز بيبقوا موجودين جوه الايه؟ جوه السي بي يو او وحده المعالجه المركزيه. وده معناه ان هم اسرع بكتير جدا، اسرع بكتير جدا من الايه؟ من الدايناميك رام اللي هي بتبقى ايه اساسا بره الايه؟ المعالج، لكن دول جوه السي بي يو نفسها او جوه وحده المعالجه نفسها، فدول اسرع جدا. لكن لازما نراعي حاجه، لان الترانزستورز اللي موجودين هنا كتير جدا جدا جدا، فبالتالي طبعا ايه؟ المساحه بتاعه الريجسترز وبتاعه الكاش ميموري بقت اصغر بكتير جدا 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 من الايه؟ من الدايناميك رام. يعني احنا نقدر نقول ان الدايناميك رام المساحه بتاعتها اكبر بكتير جدا من الايه؟ من الستاتيك رام. طيب هو احنا ممكن نوضح الكلام ده؟ تعال نجرب نوضحه. يعني لو دخلنا هنا على التاسك مانجر مثلا وبصينا على الدايناميك رام بتاعتنا تاني اللي احنا كنا لسه باصين عليها، هنلاقي ان الميموري بتاعتنا الدي رام بتاعتنا حوالي 16 جيجا ايه؟ 16 جيجا بايت. طيب لو جينا بقى دخلنا نركز بقى كويس قوي على السي بي يو او وحده المعالجه المركزيه، هنلاقي طبعا ايه بقى؟ هنلاقي ان احنا تحت عندنا كده مكتوب عندنا ليفل 1 كاش، ليفل 2 كاش، ليفل 3 كاش. اول حاجه انت تعرف على طول ان هم موجودين جوه السي بي يو او وحده المعالجه الايه؟ المركزيه. تاني حاجه هتلاقي المساحات بتاعتهم صغيره جدا، لكن السرعات بتاعتهم عاليه جدا لان هم جنب الايه؟ جنب المعالج. طيب
هنلاقي طبعا ليفل 1 كاش 384 كيلو بايت، ليفل 2 كاش اكبر شويه 1.5 ميجا، ليفل 3 اكبر منهم كلهم حوالي 12 ميجا بايت، على عكس الميموري اللي بالنسبه لها هي مساحه مساحه ضخمه حوالي 16 جيجا بايت. طيب خلينا نرجع تاني للي احنا فيه. يبقى احنا كده اثبتنا فعلا ان المساحه بتاعه الدايناميك رام هي اكبر من المساحه بتاعه الاستاتيك رام، وعرفنا ان الكاش والريجسترز وحدات تخزين قريبين جدا من المعالج او موجودين جنب جنب المعالج انسايد السي بي يو او جوه وحده المعالجه المركزيه. هل احنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر من كده في الجزئيه دي؟ قال لك لا، عايزين نتكلم على عقل الجهاز بتاعنا. عقل الجهاز، يا ترى ايه هو عقل الجهاز؟ خلينا نقول ان عقل الجهاز ده بنسميه السي بي يو، السنترال بروسيسنج يونت، وممكن برضو ان احنا نسميه البروسيسور او المعالج او وحده المعالجه المركزيه. طيب ايه بقى موضوع السي بي يو ده؟ عشان نبدا نحكي السي بي يو في قصه، تعال نقول يا سيدي ان الرامات اللي احنا عمالين نتكلم فيها اللي هي الدايناميك رام دي، يلا بينا بقى ندوس عليها اكتر ونفهمها اكتر ونشبهها بان هي عباره عن ايه؟ عباره عن سيتي او عباره عن مدينه. تمام، يبقى الدايناميك رام بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن مدينه. المدينه دي قال لك جواها شوارع، ده كده شارع وده كده شارع وده كده شارع وده كده شارع وده كده وده كده شارع، وكل شارع من دول ليه عنوان. فمثلا الشارع ده العنوان بتاعه مثلا هنقول ان هو رقم واحد، والشارع ده العنوان بتاعه اللي هو رقم اتنين، وده تلاتة، وخلينا ماشيين كده أربعة خمسة ستة سبعة. تمام. على فكرة في الحقيقة الشارع أو العنوان ده هو اللي احنا سميناه السل، هو ده اللي احنا سميناه السل أو أو الخلية. المهم، ادي بقى ادي المعالج ده اول حاجه عايزين نعرفها عنه ان هو عقل الجهاز. طب يعني ايه عقل الجهاز؟ يعني هو اللي بيعمل اكسكيوت او بيعمل تنفيذ او بيعمل معالجه لكل الاوامر اللي احنا بنبع اللي الجهاز بيبقى عايز ان هو ان هو ينفذها. يعني مثلا انت دلوقتي عايز تشغل لعبة على الجهاز، طيب مين اللي هيعمل عمليات المعالجة للعبة دي او عمليات البروسيسنج والاكسكيوشن؟ هو السنترال بروسيسنج يونت او المعالج. طيب انت دلوقتي بتحل عملية مثلا عملية رياضية 5 زائد 5 ضرب ضرب 5، اسمت مثلا اسمت 5. مين اللي هيحل العملية دي او اللي هيعالجها واللي هيفهمها ويطلع لك النتيجة؟ هو برضو مين؟ هو برضو المعالج. عشان كده احنا بنسميه العقل او البرين او المخ بتاع الجهاز بتاعنا او الديفايس بتاعنا. تمام. السنترال بروسيسنج يونت دي احنا كده عرفنا الفانكشن او الوظيفه بتاعتها. عايزين نعرف حاجه تانية مهمه جدا عن السنترال بروسيسنج يونت. عاوزين نعرف ان هي بتتكون برضو من شويه حاجات، مش هنعرف طبعا كل التفاصيل اللي بتتكون منها ونخش في التفاصيل، لكن عايزين نقول ان انت لما هتخش جوه السي بي يو دي انت متوقع منك ان انت تلاقي حاجه اسمها سي يو. طب يعني ايه سي يو؟ يعني كنترول يونت او وحده التحكم، وحده التحكم. متوقع برضو ان انت تلاقي حاجه اسمها الريجسترز، ودي اتكلمنا عنها اظن من شويه وقلنا ان هي وحدات التخزين السريعه جدا اللي موجوده جوه اللي موجوده جوه الجهاز. طيب متوقع كمان منك ان انت تلاقي حاجه اسمها ALU، ودي اختصار لكلمه Arithmetic Logic Unit او وحده التفكير المنطقي، وحده التفكير المنطقي، وهنعرف دي بتعمل ايه. متوقع كمان منك ان انت تلاقي مسارات، والمسارات دي اسمها اسمها باصز او او طرق. تمام. طيب احنا كده لو عدينا هنعدي على كلمة ريجسترز، وكل اللي هقوله لك بس ان هي وحدات تخزين سريعة جدا داخل الجهاز. طيب تاني حاجة لو عايزين نعدي على الارزماتيك لوجيك يونت، كل اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي في الاي ال يو او في الارزماتيك لوجيك يونت ان هي الوحدة المسؤولة عن ان هي تطبق كل العمليات الحسابية اللي حضرتك بتعوز تنفذها على الجهاز بتاعك. بمعنى ايه يا سيدي؟ بمعنى ان لو حضرتك جاي وبتعمل عمليه جمع الاي ال يو هي اللي بتنفذها، بتعمل عمليه طرح الارثماتيك لوجيك يونت هي اللي بتنفذها، بتعمل عمليه مالتيبليكيشن او ضرب الاي ال يو برضه هي اللي بتنفذها، عمليه قسمه فالاي ال يو برضه هي اللي بتنفذها، هي اللي بتنفذ كل الكلام ده. طيب عايزين نعدي برضه على حاجه اسمها السي يو او الكنترول يونت. كل اللي عايزك تعرفه من الكنترول يونت ان هي المانجر. يعني ايه مانجر؟ مانجر بالعربي كده يعني ايه؟ يعني مدير. هو اللي بيقدر يتحكم في كل حاجة ويعرف يودي ده فين ويجيب ده منين ويقول لده روح هنا ويقول لده تعالى تعالى من هنا.
تمام. طيب بيعمل الكلام ده كله ازاي بقى؟ قال لك بيعمل الكلام ده عن طريق ثلاث حاجات، برضو مش هنخش في تفاصيلهم. حاجة اسمها fetch، وحاجة اسمها decode، وحاجة اسمها execute. طيب هو يعني ايه fetch وديكود واكسكيوت؟ قال لك fetch العملية دي بيعملها عشان يروح المعالج عاوز مثلا يطلب حاجة من الرامات. يعني احنا مثلا في بيانات متخزنة جوه الشقة دي في الرامات، فاحنا عايزين الايه البيانات اللي موجودة. فعملية الفيتش الكنترول يونت يروح يطلب العنوان اللي هو مثلا رقم 7 في الرامات عشان ياخد الانستراكشن او الامر او البيانات اللي عايزه تتعالج جوه وحده المعالجه المركزيه. طب الديكود بتعمل ايه بقى؟ بعد ما خدنا البيانات من الرامات نبدا ان احنا نفهمها. اصل البيانات اللي جايه لي في الرامات كلها بالماشين لانجوج، يعني هي ممكن تبقى جايه لي مجموعه من الايه من الاصفار والايه والوحايد بالشكل ده كده. فيبدا بقى ايه عمليه الديكود تفهم ايه اللي بيتطبق او ايه اللي بيحصل هنا، او ايه اللي احنا عايزين ننفذه. يعني انت عايز مثلا تجمع، ولا انت عايز تخزن حاجه جوه الهارد، ولا انت عايز تعمل ايه بالظبط. اكسكيوت بقى تبدا الكنترول يونت تبعت الانستراكشن اللي عايز يتنفذ للمكان اللي هيتنفذ فيه. يعني لو فهمت ان دي عمليه حسابيه معناها 5 زائد 5، تروح تبعتها على الارثماتيك لوجيك يونت مثلا، وتجمع ال 5 زائد 5 وتطلع الايه الناتج بتاعي. احنا قعدنا نتكلم عن الفيتش وعن الديكود وعن الاكسكيوت وازاي الداتا عماله تروح وعماله تيجي. طب هي الداتا دي بتروح وبتيجي ازاي؟ قال لك هنا بقى بيظهر اخر حاجه نتكلم فيها في السي بي يو او وحده المعالجه المركزيه، وهي الايه الباسز او الطرق. قال لك احنا عندنا ثلاث انواع من الطرق في وحده المعالجه المركزيه. عندنا حاجه اسمها الداتا باس، وعندنا حاجه اسمها الادرس باس، وعندنا حاجه اسمها الكنترول باس. طيب ايه الثلاث انواع بتوع الطرق دول؟ قال لك عامة كلمة طريق يعني مكان احنا بنستعمله عشان ننقل الداتا والبيانات والانستراكشنز او الاوامر من والى السي بي يو وباقي الكومبوننتس بتاعت او الاجهزه او الديفايسز بتاعت الايه بتاعت الجهاز بتاعي. طيب وقلنا عندنا ثلاث انواع، عندنا داتا باس، وعندنا ادرس باس، وعندنا كنترول باس. داتا باس هي شرحه نفسها، يعني طريق للبيانات، يبقى ده الطريق اللي بيبقى شايل جواه البيانات نفسها. طيب ادرس باص قال لك ده طريق مخصص مخصص للعناوين. يعني ايه العناوين؟ احنا مش قايلين ان المدينة بتاعتي اللي هي الرام جوه كل بلوك او جوه كل شقة عنوان؟ هو ده الطريق اللي بيتعامل مع العناوين. تالت حاجة بقى الكنترول باص، وده من اسمه طريق للتحكم، عشان يتحكم في كل الاشارات وفي كل السيجنالز ويقدر يدير كل الكلام ده. طيب ده بس اللي انا كنت عايزك تعرفه في السي بي يو او في السنترال بروسيسنج يونت. مراجعه سريعه: هو العقل بتاع الجهاز اللي بيقدر ان هو ينفذ كل حاجه، بيتكون من شويه حاجات عايزين نعرفهم: السي يو الكنترول يونت، الريجستر او المناطق بتاعه التخزين، الاي ال يو الارثماتيك لوجيك يونت العمليات الحسابيه، والباسز او المسارات اللي هم الداتا باص اللي بيشيل البيانات، الادرس باص عناوين مع الرامات، الكنترول باص عشان يتحكم في كل حاجه. وقلنا الكنترول يونت هي المانجر او المدير اللي بيهندل كل حاجه وبيظبط كل حاجه. بيعمل ثلاث عمليات او 3 بروسيسز: فيتش وديكود واكسكيوت. الفيتش عرفنا بتعمل ايه، والديكود عرفنا بتعمل ايه، والاكسكيوت عرفنا بتعمل ايه. خلينا نشوف حاجه جديده. خلينا دلوقتي نبدا في حاجه جديده، وهي جزء ممتع جدا مش هياخد وقت خالص، وهو اسمه ال NIC او النتورك انترفيس كارد. ايه موضوع كارت الشبكه ده؟ قال لك كارت الشبكه بمنتهى البساطه، مش هنخش في اي تفاصيل في الفيزيكس او تفاصيل فيزيائيه، بس هنقول ان كارت الشبكه ده هو الوحده المسؤوله عن ان هي تخرجني انا للانترنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الجهاز بتاعي جواه هاردوير او هاردوير كومبوننت او قطعه من الهاردوير اسمها ال NIC او النتورك انترفيس كارد او كارت الشبكه. ايه اللي بيعمله كارت الشبكه ده؟ قال لك ده بياخد البيانات بتاعتنا ويبدأ يحولها إلى مجموعة من الإشارات الكهربية، تتحول إلى إلكتريك سيجنالز أو إشارات كهرباء، عشان تعدي جوه سلك النحاس بتاعنا، وتوصل من المصدر اللي هو احنا. المصدر يعني احنا اللي بعتنا البيانات للوجهة او الديستنيشن او المكان اللي البيانات دي
او المكان اللي البيانات دي راحت له. تمام. هل هي لازما دايما تبقى الكتريك سيجنالز او اشارات كهرباء، واشارات الكهرباء دي دايما تتنقل جوه سلك النحاس؟ لا، هنعرف كمان شويه ان الاشارات دهيا ممكن تتنقل في الهواء بحاجه اسمها الواي فاي، وممكن تتنقل كمان كلايت او كضوء بنوع جديد من الكابلات سريع جدا اسمه كابلات الفايبر او الفايبر اوبتيك كيبلز. واخر حاجه بس عايزين نعرفها ان الكارد ده او النتورك انترفيس كارد، الشريحه او الكارت ده بيتحرق عليه فيرموير. الفيرموير ده احنا بنسميه الماك ادرس. طب يعني ايه ماك ادرس؟ قال لك ده اختصار لكلمة ميديا اكسس كنترول. اكسس كنترول. وليه هو احنا بنعمل له بيرن او بنحرقه؟ لان انت ما ينفعش حضرتك تعدل فيه. ده عبارة عن رقم، الرقم ده بيتم تمثيله بالهكساديسيمال اللي احنا لسه هنتكلم فيه في محاضرات جاية. والرقم ده بيبقى السايز بتاعه او الحجم بتاعه 48 ايه 48 بت. وال 48 بت لو انت جيت تحولهم لبايت، انت عارف اكيد ان انت بتقسم على 8 لو في شوية اساسيات من اولى ثانوي. نقدر نعتبر ان الماك ادرس او الميديا اكسس كنترول ده عبارة عن 6 بايتس او 6 بايت. حلو قوي. ده بس كل اللي احنا كنا عايزين نعرفه على كارت الشبكة، ان هو اللي بيخرجني للانترنت عن طريق ان هو بياخد الاصفار والوحيد ويبدأ يحولهم الى اشارات كهرباء عشان تمشي جوه كابل النحاس، وتوصل من السورس او المصدر او انا للديستنيشن، الشخص اللي انت باعت له البيانات دهيا، ان كان سيرفر او ان كان واحد صاحبك باعت له رسالة او اي حاجة. طيب خلينا دلوقتي نتكلم بقى في جزء مهم جدا اللي هو الميديا، وبرضه مش هيطول معانا. يعني ايه ميديا؟ لما اجي اترجم كلمة ميديا هلاقي معناها كلمة ايه؟ وسط. طب يعني ايه وسط؟ قال لك فكر معايا كده، لو انا عندي جهاز الف اهو، وعندي جهاز بي. تمام. وجهاز ألف ده عايز يبعت بيانات لجهاز بي، هيبعتها له ازاي؟ قال لك لازم يبقى فيه ايه؟ لازم أن يبقى في وسط، يبقى فيه وسيط. الوسيط ده هو اللي يمكنني او يخليني قادر ان انا انقل البيانات من الجهاز الاولاني للجهاز التاني. طيب ايه هي انواع الميديا او الوسائط الموجودة عندنا؟ انت ممكن تلاقي انواع الميديا حاجة اسمها ايه؟ كيبل. او خلينا نبقى يعني نتكلم بشكل اعم من كده شوية. الميديا اللي عندك ممكن تبقى حاجة اسمها ايه؟ تبقى حاجة اسمها وايرد، وممكن تبقى حاجة اسمها وايرلس. طيب ايه الفرق بين الوايرد والوايرلس؟ قال لك وايرد من اسمها يعني سلكية، لكن وايرلس لا سلكية. يعني الوسيط اللي بيستعمل الوايرد لازم أن يبقى فيه سلك. الأسلاك دي بقى ليها أنواع كتير جدا جدا جدا. ممكن اللي أفتكرهم منهم عندك سلك الكبر أو سلك الإيه النحاس، في عندك سلك الفايبر أوبتيك او كابل الايه كابل الفايبر، في عندك عندك نوع برضو اللي هو الكو اكسل كيبل. والكو اكسل كيبل انواع الكابلات اللي بتتركب طبعا في الايه في الدش بتاع الايه بتاع التلفزيون. تمام. امال الوايرلس بقى؟ قال لك الوايرلس لاسلكيه، يعني بيتم الاعتماد في نقل البيانات على الاير او او الهواء. تمام. يعني مش بنعتمد على على اي اسلاك. طيب بنعتمد على الاير او الهواء ازاي؟ قال لك عن طريق مثلا ستاندرد عندنا اسمه اسمه الواي فاي. كلنا طبعا عارفين عارفين الواي فاي. او ممكن حاجه تانية زي زي البلوتوث، زي البلوتوث. او ممكن عندنا طبعا حاجه ثالثه اسمها اسمها الزيجبي. وممكن اقول لكم ان لو حد عنده فضول يبدأ يعمل سيرش او يعمل بحث يعني ايه زيجبي، والتطبيقات بتاعته في حاجة اسمها الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء. ده الشباب اللي عندها فضول وعايزة تبحث اكتر وتفهم اكتر وتعرف اكتر. طيب ده بس كده كل اللي انا كنت عايز اقوله في الميديا او في الوسائط. ولو هنفرق بس هنقول ان كابل النحاس بيتم نقل البيانات فيه كإشارات كهربية. اما كابل الفايبر بيتم نقل البيانات فيه كنبضات ضوئية. حلو قوي الكلام ده. دي كده كانت حاجة عايزين نتكلم فيها. خلينا نبدأ دلوقتي في آخر جزء بقى خلاص موجود عندنا في الليكتشر يعني الطويلة دي، وهو موضوع البورتس. يعني ايه بورت؟ قال لك بورت يعني منفذ. عايزك تعتبر معايا ان المنفذ ده عبارة عن شباك، او تعتبره بمعنى اصح عبارة عن مدخل، او عبارة عن عبارة عن باب.
الباب ده بيبدأ يدخلني على حتة ايه، على حتة تانية. يعني هنا الشقة، وهنا ايه، وهنا الباب. ولو انا فتحت الباب هقدر ادخل على الشقة. هو الباب ده احنا ممكن نعتبره الايه، البورت او المنفذ. طب هل المنفذ ده ليه انواع؟ قال لك ليه نوعين، حاجة اسمها الفيزيكال بورت وحاجة اسمها اللوجيكال بورت. تمام. بالنسبة للفيزيكال بورت نرجع بقى تاني لحتة السوفت وير والهاردوير. هو عبارة عن هاردوير او قطعة ملموسة، مدخل حقيقي، مدخل حقيقي. اما اللوجيكال بورت فهو سوفت وير. تمام. الفيزيكال بورت هتلاقيه عندك ليه انواع، زي حاجه اسمها ال HDMI. ده عباره، هتلاقيه عباره عن مدخل عندك موجود في الجهاز عشان تبدا تعمل عليه ايه، برودكاست للايه، للسكرين اللي موجوده عندك او الشاشه. تبدا تعرض عليه، تعرض الكلام اللي موجود في اللابتوب على الشاشه عندك. هتلاقي عندك طبعا مدخل اليو اس بي، وده مشهور جدا عشان تركب فيه مثلا ايه، تركب فيه فلاش ميموري، اللي هي بالمناسبة من انواع السكندري ايه، السكندري ميموري. وهتلاقي عندك برضو حاجة زي الاوديو جاك، اللي هو 3.5 ملم عشان تركب فيه الايه، السماعات. امال ايه بقى موضوع اللوجيكال بورت؟ قال لك اللوجيكال بورتس ده هي عبارة عن منافذ او سوفت وير عشان تفتح لي سيرفيس معينة. يعني ايه عشان تفتح لي سيرفيس معينة؟ يعني انا مثلا لو عايز افتح ويب سايت او موقع على الانترنت، فانا لازما افتح عندي بورت رقم ايه، رقم 80 في الديستنيشن او في الايه، او في الوجهة. والكلام ده نتعرف عليه بالتفصيل في محاضرة الانترو تو ايه، تو نتوركس. طيب، ده كده اللي انا كنت عايز اقوله في البورتس او المنافذ، ان انا عندي فيزيكال بورت زي مدخل اليو اس بي، زي الاوديو اللي هو 3.5 مللي، زي الاتش دي ام اي. وعندي لوجيكال بورتس، ودي عبارة عن سوفت وير او بورت مش ملموس، بستعمله عشان افتح سيرفيس عندي، زي مثلا ان انا افتح ايه، ويب سايت او انزل ملف. طيب يا شباب، كده احنا نقدر نقول ان ليكتشر 1 او المحاضرة الأولى اللي هي Introduction to Computer Hardware هي خلصت، يعني بمنتهى منتهى التفاصيل. طيب، أنا بس عايز أنبه على حتة، إن أنا كنت ممكن طبعا الشرح ده كله أقول لك المعالج يعني كذا، وأقول لك مش عارف مثلا ال I/O يعني كذا، وأقول لك إن الرام يعني كذا، وأدي شوية تعريفات. لكن أنا مش من النوع ده، أنا من النوع اللي آه، بيفهم او بيحاول يفهم الشخص اللي قدامه كل حاجة في الحقيقة عاملة ازاي، وبتتعمل ازاي، واتكونت ازاي. فما كنتش هقدر ان انا اجي اسجل فيديو ربع ساعة او 10 دقايق واقول لك ان الانبوت اوتبوت يعني اجهزة ادخال واخراج، والمعالج بيعمل معالجة للبيانات، وان الرامات بتخزن البيانات، والهارد بيخزن البيانات، واسكت. فعشان كده احنا ممكن نكون طولنا في الليكتشر، ممكن نكون خدنا حاجات، لكن الحاجات دي للشخص اللي محتاج يفهم، والشخص اللي محتاج يضيع من وقته ساعة، ده وقت المحاضرة، ويذاكر كل الكلام ده، هيحس فعلا ان هو فاهم الهاردوير ده بتاع الكمبيوتر معمول ازاي، فاهم بقى، خلاص فاهم يعني ايه معالج، بقى فاهم يعني ايه رامات، بقى فاهم الفرق بين الرامات والهارد، عارف يعني ايه كارت شبكة، ازاي الجهاز بتاعه بيطلع على الانترنت بكارت الشبكة، يعني ايه اسلاك، يعني ايه واي فاي، ايه الفرق بين الوايرد ميديا والوايرلس ميديا، كل الكلام ده. فعشان ما نضيعش وقتنا، احنا كده نقدر نقول ان الليكتشر دي كلها خلصت. البي دي اف ده هتلاقوه على الجروب بتاع الواتساب، هتلاقوه البي دي اف ده معمول بالانجلش، وعايز اعرف طبعا رايكم لو انتم محتاجين البي دي اف بالعربي. هو برضو متاح ان انا ايه، اعمله، مفيش اي مشكله، بحيث ان الشرح يبقى موجود بالانجلش وبالعربيك او بالعربي، شوفوا انتوا عاوزين ايه. بس يعني لو مشينا كده في البي دي اف، بنتكلم طبعا على كل الكلام ده احنا اتكلمنا فيه. ايه هي الحاجات اللي موجودة في الكمبيوتر، يعني ايه رام، يعني ايه روم، اتكلمنا طبعا في الكلام ده، يعني ايه سي بي يو، وغيره وغيره وغيره. هتلاقوا طبعا البي دي اف ده موجود عندكم في التشانل بتاعت الايه، بتاعت الواتساب. كده بس، اللي ناقص اقوله ان احنا عندنا ليكتشر 2 عن الكمبيوتر ساينس، Introduction Networks AI Cyber Security Programming Level، أنا بسميه نيجاتيف 1 أو ليفل -1. اللي أنا بس عايز أقوله أخيرا، إن عشان أكمل في الفيديوهات دي، فأنا يعني أتمنى منكم أو من حضراتكم طبعا إن أنتوا تعملوا سبسكرايب في الشانل دي،
او على القناة دي، وتعملوا شير للفيديو مع زمايلكم. بس ده كل اللي انا كنت عايز اقوله، واشوفكم في محاضرات جاية. شكرا لكم.